وكأنك يا ابو زيد ما غزيت. تعرفوا الحكايه اللي ورا الجمله دي؟ الجمله دي من السيره الهلاليه، ودي من الحكايات المصريه الشعبيه اللي الناس بتحبها قوي. السيره الهلاليه متقسمه ل5 اجزاء، وفيها كتب ودواوين واشعار وحاجات كتير، والنهارده هحكيها من كتاب عبد الرحمن الابنودي. قبيله بني هلال كانوا اصلا في الحجاز ونجد في السعوديه، وده كان قبل الفتح الاسلامي لمصر. ولما بقى في ضيق في الرزق والحال راحوا على مصر وتونس وشمال افريقيا، وابتدت حكاياتهم مع المصريين، واشهرهم طبعا ابو زيد الهلالي الفارس الاسمر اللي كان بيحارب الزناتي خليفه من قبيله البربر، وكانت حروبهم ضد بعض هي اشهر قصص السيره الهلاليه. لما جه ابو زيد مصر بقى بطل عشان كان في الجيش المصري وقتها، واجتهد جدا معاهم، يعرف كل كبيره وصغيره عن المصريين لحد ما بقى ابن بلد. كبر في الجيش لحد ما بقى قائد مصر المحروسه، واللي سماها كده اهل مصر اعتقادهم من ان هي محروسه برجال الدين. وبقت الامثال الشعبيه تخرج من كل السنه الناس عليه، زي سكه ابو زيد مليانه مسالك، ولما اتغلب في المعركه قالوا كأنك يا ابو زيد ما غزيت. أكبر شاعر هلالي كان اسمه جابر أبو حسين، وده اللي كتب السيرة الهلالية، وكانت في حدود 1,000,000 بيت شعري. ومن أشهر قصص الحب في السيرة الهلالية هي قصة عزيزة ويونس. عزيزة بنت السلطان اللي غنى لها محمد منير، هي بنت سلطان البربر، ويونس الفارس الهلالي. وطبعا كان حبهم صعب جدا علشان عداوة الزناتية والهلالية. السيرة الهلالية اتعملت في دواوين كتير ودخلت التاريخ، واتعمل منها مسلسلات وأفلام جديدة وقديمة وحاجات كتيرة قوي فنية. شفتهم قبل كده؟ قولولي في الكومنتس الأفلام والمسلسلات اللي اتفرجتوا عليها للسيرة الهلالية. أنا فيروز يسري، ودي حكاية قبل اليوم.